يا بيدر. بيدر، ايوه يا استاذ. ايوه انت فين؟ تعال افتح لنا الباب والنبي. اهلا وسهلا يا هاني. ازيك يا بيدر؟ اهلا وسهلا. ايه ده؟ هو ده البيت؟ ايوه، هو ده البيت. ايوه يا مدام، بس ده شكله ولع قبل كده. اصلك ما تعرفش ده بيت مين؟ انت عارفه مين اللي ساكنه؟ ايوه عارفه، ده بيتها. يا هاني حملوا البيت. كفايه الكامب اللي خدتوه لزق البيت. حملوها بروحها وانتوا بروحكم. حملوها. انا مش فاهم حاجه، هو انتوا بتتكلموا عن مين؟ ام الصبيان، ده بيتها. ام الصبيان. طب يلا، يلا بينا بس. بيت ام الصبيان. ما تاخدوش البيت. ده بيتها، هناخده. احنا هنشتريه. تعالي. هرجع لك عيالك تاخديهم في حضنك ويجروا حواليكي. شرطي تجيبي لي عيل كل 5 سنين، 3 عيال، مثلث مقفول يرجع لك عيالك. اوعى يا ولاد، اوعى يا ولاد. بس. مالكوا قاعدين في الضلمه كده ليه؟ ايه؟ في ايه؟ طلع لكم عفريت ولا ايه؟ ما هو ده اللي حصل. العفاريت حوالينا في كل مكان، ما تخافيش. اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. عاصي،
على فكرة يا عاصي، أنا أكتر واحدة حاسة بيك، لأني فقدت حد عزيز عليا أوي زيك. ما تزعلش، أنا مش عارفة أقولها لكم إزاي، بس أنا لازم أقولها لكم. انتوا لازم تخافوا، لأن المكان هنا بيخوف. بقول ايه؟ احنا لازم نرتاح شوية وننام عشان نعرف نفكر ونشوف هنعمل ايه. طيب بليز يا دكتور خيري، ممكن تقفل علينا الباب بالمفتاح؟ ايوه اقفل الباب بليز. طيب اهدوا. اهدوا يا ولاد، ما تخافوش ما تخافوش. صباح الخير. صباح النور. انت رحت فين؟ صحيت بدري، قلت اخد جولة كده وقلت اسيبكم تصحوا براحتكم. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، هنتصرف عادي جدا، مش لازم اي حد يلاحظ ان احنا عرفنا اي حاجه. اوكي؟ بصوا، الاجواء هادية جدا بره. رحاب نايمة في اوضتها وادم مش موجود هنا ولا في البيت. ليان، زياد وسلمى بيدوروا عليكي بره. بجد؟ على مهلك يا حبيبتي، شوفكوا بره. خلي بالك من نفسك. مس لارا، نعم. انا هستناكي بره. ماشي يا حبيبي. ما تتاخريش عليا. حاضر. خلي بالكم من نفسكم خليكم جنب بعض وما تبعدوش بعيد. ها؟ حاضر. انا مش مطمنه على الولاد وهم في اي مكان كده بعيد عن عيني. مفيش قدامنا حل تاني، لازم نستنى اليومين دول يعدوا بأي شكل. مين قال ان مفيش حل؟ اكيد في حل. عارفة يا لارا، نسمة كانت هتحبك قوي، وانت كمان كنت هتحبيها لو كنت درست لها. اكيد، انا متاكده ان انا كنت هحبها قوي وهي كمان كانت هتحبني. بس عايزه اقول لك على حاجه، ايا كان المكان اللي هي فيه دلوقتي، انا احساسي انها ان شاء الله بخير. يا رب ان شاء الله. زياد، سلمى. نعم. ليان فين؟ ليان قالت لي ان هي رايحه تقعد مع الست اللي بتجيلها عند البحر. حد صدق اني شفتك ورا النخله؟ محدش هيصدق. تعيشي هنا على طول؟ عمري كله هنا. مش بتزهقي وانت قاعده لوحدك؟ ما تشغليش بالك بالحاجات دي. انا عاوزاكم تمشوا من هنا وبسرعه. لازم تبعدوا ليه؟ عشان المكان ده خطر، في حاجات كتير وحشه. ليان، ليان تعالي يا حبيبتي، قومي. انت ست، انت عايزه مننا ايه؟ ما تسيبينا في حالنا بقى. قومي يا حبيبتي، ما تخافوش، دي ست طيبه. قومي يا حبيبتي، تعالي هنا، تعالي. يلا قومي قومي. تعالي خليكي جنبي هنا. انت مين يا ست انت؟ وعايزه مننا ايه؟ وبتحومي حوالينا ليه؟ عايزاكم تاخدوا العيال وتخرجوا من هنا وبسرعه. اذا كان على البيت انا هجيبها لكم تاخدوها معاكم.
بنت؟ بنت مين؟ انت تقصدي رغد؟ معرفش اسمها، ولا اعرف جت امتى، ولا اعرف جت ازاي. ايوه اكيد قصدها رغد، طبعا هيكون قصدها مين؟ طيب وديني ليها وانا هعرف اخرجها، واوعدك ان احنا هنمشي من هنا كلنا ومش هتشوفي وشنا تاني، بس ارجوكي ودينا عندها. تعالى معايا. ايه ده؟ ايه يا ست انت؟ بتعملي ايه هنا؟ كفايه بقى، بدل ما الحال يتقلب والعهد يبقى مرايه. ايه اللي بتقوليه يا وليه يا مجنونه انت؟ يلا امشي من هنا، اوعي اشوف خلقتك تاني. لا تمشي ازاي؟ هي دي اللي معاها حقيقتكم وعارفه كل حاجه عنكم. لارا اهدي في ايه؟ ممكن افهم بقى بتقولي ايه؟ زي ما سمعتي. لا مش زي ما حضرتك سمعتي. اكيد هي لارا ما تقصدش، انت عارفه الولايه دي مكذوبه وخرفانه، ولارا اتوترت شويه من الكلام، وبعدين انتوا سايبين الست الخرفانه دي ماشيه ورايحه وجايه كده، ما تبلغوا عنها خلينا نخلص. الله، ما تقلقوش، احنا اصلا مش مصدقينها. انت مصدقاها؟ اكيد لا. ايه يا لارا اللي انت قلتيه ده؟ هو ده اللي اتفقنا عليه. كده هي عرفت ان احنا عرفنا، وممكن ترتب لنا حاجه احنا ما نعرفش نرد عليها. ما اعرفش بقى، انا مش عارفه قلت كده ليه ازاي يعني، انا ما اعرفش، اديني قلت اللي قلته بقى. خلاص اللي حصل حصل، اهدوا خلونا نفكر. ايه ده؟ مش فاهم. خلاص بقى، خلاص، ما تقول لك اللي حصل حصل. بس اهدي بقى، شايف البنت صغيره بتقول ايه؟ حبيبتي اهدي بقى خلاص. يلا، اللي حصل حصل. يلا. ايه الكلام الكبير ده؟ اهدوا هنفكر. يلا باختصار عندك حق، لازم شفت نفكر. ايه اللي حصل حصل. لازم نفكر، جابتها من الاخر يعني. تعالي يا رنا، تعالي. تعالي اوريك. ده طلسم. متهيألي لا، ده مش طلسم، وبعدين مش حاسه انه في رمز لاي حاجه وحشه او له علاقه باي حاجه مش كويسه. انت شايفه نعمل ايه؟ انا هقول لك نعمل ايه. لارا مش جوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. ايه ده؟ الولد ده انا عارفه، انا شفته. انت تعرفه كويس؟ ايوه، انا من ساعه ما جيت هنا وبقول ان بيدر ده وراه بلوه كبيره. الله الله يا دكتور، الله يا استاذ. ادخلوا كده زي الحرامية. انتوا بتخطفوا العيال بتعملوا فيهم ايه يا بيدر؟ مش فاهم بتتكلم عن ايه. وايه ده؟ انت بتشتغل معاهم في السحر؟ لا، بس في حاجات غريبة بتحصل من أول ما دخلت
بس رحاب وأدهم عينيه حاجات غريبة، مش عارف. تقصد ايه بحاجات غريبه يعني؟ انتوا عارفين انه رحاب وأدهم متجوزين؟ ايه اللي بيقولوا ده؟ مس رحاب وادهم متجوزين؟ ازاي الكلام ده؟ متجوزين بقالهم سنين. ايوه صدقوا. ابن يوسف دكتور. اختفى من 15 سنة، من أول ما جينا هنا. دورنا عليه في كل حتة، دورنا عليه في الصحراء، دورنا سنة سنتين 3 10، والناس قالوا بلعته الصحراء زي ما بلعت غيره. بس أنا من ساعتها لحد اللحظة دي وأنا بدور يمكن بيدر، هو ابنك كان مختلف؟ مختلف كيف يا أستاذ؟ يعني عنده قدرات غير عادية، مش زي الأطفال العاديين يعني؟ كان كل حلم بيحلمه يتحقق والله. ويا دكتور في حاجات بكون عايز أعملها، شغل أو غيره، يقول لي يا أبوي ما تعملهاش، وهو يكون الصح وأنا غلط والله. كده الصورة وضحت. رحاب بتختار الأطفال اللي عندهم طاقة روحانية عالية عشان خاطر تفتح بوابة أم صبيان وتخطف الطفل اللي هيقدمه لها. ومن ناحية تانية أدهم بيفتح بوابة للشيطان عشان يكسب قدرات خاصة. بوابة ايه مش عارفيني، أنا مش فاهم أي حاجة. بنت دكتور خيري اختفت في نفس الظروف اللي اختفت فيها طفلة اسمها رغد، وده حصل قبل ما نيجي الرحلة دي على طول. ومتهيألي كده اختفاء ابنك له علاقة بنفس الموضوع ده. اللي بتقوله صح، اللي بتقوله الأستاذة صح، صح. وما قلتش ليه؟ ليه؟ عمال تدور وتسأل وانا ما خطرتش يعني. انا دلوقتي استوعبت كل حاجة. هم عايزين دم نقي. دم نقي؟ ايوه دم نقي زيكو، زي ولد يوسف، ليه عالم خاص في عالم الروح. طيب لازم نهدى يا جماعة ونفكر كويس. الناس دي مرتبة لكل حاجة، ولو احنا اتسرعنا ممكن نضيع الأطفال اللي معانا. دي حقيقة. في ايه؟ مس رحاب طلبت عاصي ولان وفارس ولحد دلوقتي ما رجعوش خالص، ولما رحنا لها المكتب عشان ندور عليهم برضه ما لهمش، دول مش موجودين في اي حته.
انا خايفه، انا خايفه ليان تكون اتخطفت زي رغد. ما تقلقيش يا حبيبتي، ما تقلقيش، تخافوش. ان شاء الله هنلاقيهم. يلا تعالي تعالي، ما تخافوش ما تخافوش. انا خايفه تكون ليان ما اتخطفت. حبيبي تخافوش، ما تخافش، هنلاقيهم ان شاء الله. يلا هتلاقوهم، ما تخافوش. انت مصمم برضه تروح لوحدك؟ لوحدي هعرف اتصرف واتحرك اسرع. بلاش تيجي ورايا انت ولا الاولاد. لارا اوعديني ما تجيش ورايا، لا انت ولا هما. حاضر مش هاجي. ما انا مش هقعد ساكته كده، انا قلبي مش مطمن. هو قال ما حدش يتحرك من هنا، يعني ما حدش يتحرك من هنا. مش هينفع، هو في خطر وانا شفته قبل كده، لازم اروح له. ميس لارا استني. في ايه؟ ما حدش هيتحرك من هنا. يلا بينا. ايه يا جماعه، يلا مش ناكل ولا ايه؟ مش ده ميعاد العشاء؟ يا ولاد، عاصي، ليان، اصحوا اصحي حبيبتي. ليان فوق يا ليان، بصي لي. ليان يا ربي. فارس اصحى يا فارس، اصحى. عاصي، ليان اصحي يا حبيبتي، اصحي. ليان، ليان ردي عليا. ليان، ليان. هما مش هيفوقوا دلوقتي، هما في عالم ام الصبيان. يفتحوا البوابه عشان تدخل رغد، ولادي يرجعوا لي. ولادك اللي ماتوا ماتوا خلاص، مش هيرجعوا، وانت دفنتيهم بايديكي. ولادي راجعين، هي وعدتني انها ترجعهم لي، هيرجعوا تاني في حضني. دي كدابه، اللي بيموت ما بيرجعش تاني. انت ازاي مصدقاها؟ هي ورتهم لي زمان وهترجعهم لي تاني، هيرجعوا في حضني. اللي شفتيه ده وهم، هي اللي خلتك تشوفي الوهم ده. مستحيل يرجعوا. انت مش بتأمني بالله، مش بتأمني بالقدر. ربنا سبحانه وتعالى هو وحده بس اللي بيحيي ويميت، مفيش حد يقدر يعمل ده غيره. انا مش عارفه انت ازاي صدقتيها. والولاد الصغيرين دول مش صعبانين عليكي؟ ذنبهم ايه؟ ورغد ذنبها ايه؟ رغد مش هيحصل لها حاجه، هي بس هتعيش في العالم بتاعها. وامها وابوها ذنبهم ايه؟ ليه تحرقي قلبهم عليها؟ حرام عليكي. هم اصلا مش حاسين بيها ولا شايفينها، لكن انا بتحرق على ولادي.
أنا هموت كل يوم، قلبي بيتقطع عليهم. مش حاسة بيا. أنا أم هتموت على أولادها. انتي إيه؟ انتي ما بتحسيش؟ أنا عايزاهم في حضني، عايزاهم في حضني. مس لارا، مس لارا، أنا هنا. خلاص تعالي خرجيني. الوقت فات. خيري، خيري أرجوك الحق الولاد، صحيهم فوقهم، اعمل أي حاجة، دي مجنونة. امشي من هنا. ما تيجي بقى نتكلم عن المكشوف. زي ما انت دورت ورانا، انا كمان دورت وراك. وخدتوا مني بنتي. انا مش هسيبك انت وادهم، انا هفضل وراكوا لغايه ما نهايتكم تبقى على ايدي. ما بلاش بقى الكلام الكبير قوي ده، تعال نتكلم كلام عملي. زي ما ولادي عندها، انت كمان بنتك عندها. انتوا ضحيتوا ببنتي عشان ولادك اللي ماتوا اللي عمرهم ما يرجعوا، فاهمه؟ انا عارفه ان انت ذكي، وانا كمان مش معقول هعمل كل ده ومش متاكده ان ولادي هيرجعوا. انت كمان عاوز بنتك ترجع. مين دي؟ ما تخافش، دي ام الصبيان، دي اللي هترجع لك نسمة. خيري، انت عاوز نسمة زي ما نسمة عاوزاك بالظبط. بابي، أنا بحبك أوي. كمان بحبك أوي. نسمة ممكن ترجع. اعمل المطلوب. ايه المطلوب؟ أنا هقول لك، بس نسمة هترجع. هترجع هترجع. مس لارا، مس لارا، أنا هنا. خلاص تعالي خرجيني. الوقت فات. خيري، خيري أرجوك الحق الولاد، صحيهم فوقهم، اعمل أي حاجة، دي مجنونة. امشي من هنا. ايه اللي بتقوله ده؟ انت بتقول كده ازاي؟ انا وعدت نسمة اني اشوفها. طول السنين اللي فاتت هو بيدور على بنته، ولما جه المدرسة السنة اللي فاتت جاي عشان يعرف ايه اللي جرالها. يعني بعد كل السنين دي والصبر ده هيرجع من غيرها؟ أنا وهو القدر جمعنا وهدفنا واحد. يعني انت جيت وقصت كل ده؟ انت كنت بتكذب علينا والولاد وبتستغلنا عشان تعمل كل ده؟ لا يا رارا، لا، انا ما كدبتش على حد ولا استغلتكم. انا عايز اشوف بنتي وبس. اللي بيدخل عالم أم الصبيان ما بيرجعش تاني. بس بقى هي وعدته. بطلي تقولي كده، دي جن، والجن ملوش كلمة ولا وعد. فوق يا خالي، فوق لنفسك أرجوك. ازاي تصدق اللي هي بتقوله ده؟ ازاي؟ والولاد دول مش صعبانين عليك اللي انت بتعمله فيهم ده؟ هم مش هيحصل لهم حاجة، هم بمجرد ما يفوقوا مش هيحسوا بأي حاجة حصلت. هم مش هيحصل لهم حاجة، بس الأخذ هيحصل لها. هتاخدها في عالم هي مش منه، وهتبقى زي نسمة. حرام عليك. ده كل اللي عايز اشوفه بنتي وبس. انا عايز اشوف بنتي. اللي انت بتعمله ده مش هيخليك تشوف بنتك. صدقني انت كده بتحرم ام واب من بنتهم، زي ما حصل لنسمة بالظبط. خيري، خيري، انت مؤمن بالله وقدره وعارف ان كل ده كده. مش انت اللي قلت لي ان اي حاجه بنشوفها او بنعرفها مفيش حاجه من دي هتغير القدر؟
مش قلت لي القدرات اللي عندك وعندي دي حكمه من عند ربنا؟ مش ده كلامك برضه؟ لا انت مجنونه. امشي يا لارا، امشي. مجنونه. برافو عليك. انت دلوقتي بينك وبين بنتك خطوة. ايوه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. هو في ايه بس اللي انت بتعمله ده؟ طيب عشان انت راعبني اكتر باللي بتعمله ده بصراحه. يا جماعه اللي بيحصل ده غلط. اللي هناك دول صحابنا وما ينفعش نسيبهم. انت عاوزانا نعمل ايه يعني؟ الحوار ده اكبر مننا. يمكن يكون فعلا اكبر مننا، بس لو اتحدنا مفيش اي حاجه تقدر تخوفنا. لا تخوفنا يا رفايدة، لان ده عالم مش شايفينه، هنتعامل معاه ازاي؟ انا بصراحه خايف. يمكن نكون فعلا مش شايفينه، لكن هو مش اقوى مننا، وعيب قوي لما نقول اللي احنا خايفين منهم. طيب بالراحه بس عشان خاطر ما انتوش، اكيد كلنا عايزينهم يرجعوا بالسلامه يعني. يا جماعه دول صحابنا، والصحاب لازم يقفوا جنب بعض مش بالكلام، بالفعل. احنا يمكن ما عندناش قدرات زيهم، بس اكيد كل واحد عنده حاجه بتميزه عن التاني، وعندنا ذكاء يخلينا لو اتحدنا نقدر نساعدهم. احنا فعلا مختلفين، وكل واحد فينا عنده ميزه مش عند التاني. انا مش مختلف في اي حاجه، انا حد عادي. انا كمان عاديه، مش مختلفه. مفيش حد عادي، صدقوني انتوا عندكم حاجات محدش يعرف يعملها زيكم. مش شرط على فكره تكون قدره خاصه او اي حاجه من دي، ممكن تكون موهبه محدش عارف يعملها غيركم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. بين الصمت والحضور بدور على ولادي، وانتي عندك قوة الحضور، أم الصبيان اللي يعرف على الإنس والجان. عاوزاكي تسمعيني، تحققي لي مرادي وترجعي لي ولادي. رجعي لي ولادي، رجعيهم، رجعي لي ولادي، رجعيهم، رجعي لي ولادي، رجعي لي ولادي، رجعيهم. يا بابي احميهم، عاوزاك تحميهم. اقفل الباب اللي فتحته. اقفل الباب. انا هنا، انا خايفه قوي، انا خايفه. فرجيني بقى. عمل فيهم ايه؟ عمل فيهم ايه يا دكتور؟ عمل فيهم ايه؟ هيبقوا كويسين. نفوقهم نفوقهم يلا. اهدوا تعالى بيدر معايا. يلا ايدك على عينيهم. واضرب. يلا 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 ايوه يا حبيبي، ايوه يا بابا. يلا 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 خد خد
يلا جوه فوتوا جوه يلا فوتوا جوه يلا جوه يلا يلا جوه ادخلوا جوه جوه يلا تعالوا هنا يلا بص على فوق يلا تعالوا جوه جوه بص عندي يلا ايوه تعالى يا استاذ ادم حبسني. مش هنمشي من هنا لو معانا راغد، انتوا فاهمين؟ ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش الأوضة دي اللي فيها الملكة أم الصبيان. لو عايزين باب الأوضة يفتح لازم تقولوا العهود السليمانية السبعة. ما تخافوش تعال 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 ما تخافوش ادخلوا ما تخافوش ادخل ما تخافوش ما تخافوش أهيلة أهيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق لا إله إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه وإليه ترجعون. ويلا ويلا. وحق لا إله إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق لا إله إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه وإليه ترجعون.